يا مساء السعادة على كل حبايبي وكل متابعيني وكل اخواتي. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. النهاردة بقى ايه، كنا عند بيت جدي وقالوا لي يلا بقى انت الشمل لنا، مش انت عاملة فيها نفسك طباخة وبتعرفي تعملي اكل؟ قلت لهم ماشي، هي بقت كده. طيب ماشي. المهم طلبنا جبنا حواوشي من الراجل اللي احنا عاملينه، لحمة بلدي 100%، بس محطوط عليها 20% دهنة، او لحمة ملبسة، وكمان محطوط عليها ليا، ومحطوط عليها بصلاية مفرومة وكل حاجة، وملح وفلفل وكل حاجتها. يعني ايه؟ يعني على الاكل على طول. جدتي قالت انا هعزمكم بقى بمناسبة البوتاجاز الجديد، ما شاء الله جابت بوتاجاز اللهم بارك حلو جدا، فقلنا نجربه. اللي هو ايه، بوتاجاز جرمانيا حلو قوي قوي اللهم بارك. ربنا يبارك لها فيه يا رب العالمين. بصوا بقى، مفيش احلى من اللمة ومفيش احلى من بيت العيلة، فنفضل نناكف بعضينا بقى، اخواتي وخالاتي وكله وولاد خالاتي بقى، وكلنا مع بعضينا. دي كانت اختي بتساعدني واختي الصغيرة كمان، علشان بس كنا بنعمل كمية. المهم انا ليه كنت حاطه لكم في الاول كل حاجة في طبقها، كنت حاطه كل نص في طبق، والصينية كان فيها كيلو بالظبط. ليه بقى؟ عشان اوريكم اهي الصينية دي فيها كيلو، والطبق ده فيه نص كيلو، عشان اوريكم النص كيلو هيعمل كام رغيف والكيلو هيعمل كام رغيف. اللهم بارك، النص كيلو عمل 6 رغيفة من الكبار. الرغيف دوت اللي هو الكبير ابو جنيه. بصوا، في الاول انا كنت لسه مش عارفة الكمية، فطبعا اللحمة لسه ما شاء الله معمولة سخنة او مدبوحة ومتجهزة على طول، فتحسيها مش ماسكة نفسها، لأ، يعني سايحة في ايدي. فابتديت بقى اعمل زي كورة كده على قد الايد عشان اعرف الكمية اللي هياخدها. عمل معايا النص كيلو 6 رغيفة من الكبار. يعني لو كنا جبنا الرغيف ب20 جنيه، شوفوا بقى 6 في 20 بكام؟ اظني معدية 100 جنيه. طبعا ولا مش طبعا؟ لاني في الاول قالت خلاص هعزمكم على حواوشي او نبعت نجيب حواوشي. طبعا الحواوشي ده من الجزار، احنا ما بنجيبش الا لما يكون حد مضمون. وخلي بالكم من الحتة ديت، حطوا تحتها 10 خطوط، علشان بس الاكل لازم اكون عارفة هو جاي منين، وعارفة اولادي بياكلوا ايه. صلتوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا محمد. اهو ده اخد معايا بالظبط 6 رغيفة. يا ريتني ما قلت بعرف اعمل اكل ولا حاجة، كل ما اروح هناك يدبسوني في الاكل. ينفع الكلام ده؟ وما شاء الله مش نفر ولا 2 ولا 10، ده كتير. يلا نعد دي كده: 2 3 4 5 6 رغيفة، اللهم صل على النبي. الكيلو بقى عمل لي كام رغيف؟ الكيلو عمل لي 11 رغيف. ليه؟ عشان ملينا اللحمة قوي. وانتي واللي انتي عاوزاه، بعد ما نخلص بندهن الوش من فوق ومن تحت بالزيت بسيط، ونحط في الصواني زيت. هنا حطينا في كام واحد فلفل عشان طبعا الاطفال، فخلي بالكم من الحتة دي. هنا كانت الفرن شغالة، فحطينا في الفرن وعملنا في الصواني من فوق. زي ما قلتلكوا في الاول، ما شاء الله هي كمية، وعملنا لكل عيل او كل نفر فينا رغيفين. فطبعا الكمية بتبقى كتيرة، وهعمل جنبه سلطة كمان، والطحينة اشتريناها جاهزة. فبصوا بقى، حاجة كده ما بتاخدش وقت خالص، اقل من ساعة كنت مخلصة كل الحواوشي ده، لو اني هو ما بياخدش على النار بتاع 5 دقايق، فبالنسبة لي سهل جدا. بصي بقى، احب الحاجة اللي انت بتعمليها، يعني خلي عندكم كده شوية من التفاؤل. حقيقي الحاجة وهي بتتعمل بحب بتطلع جميلة جدا. اختي بقى كانت عمالة تساعدني وتدعي عليا تقولي حرام عليكي دبستينا في الاكل. قلت لها اعمل ايه طيب؟ ما انا ايد على النار ولازم يبقى ايد بتساعدني وكده يعني. ف ربنا يديمكم نعمة في حياتي. وما تنسوش لايك وشير سبسكرايب للقناة. معاكم آية زايد، يا رب يكون الفيديو بيعجبكم او الفيديوهات بتعجبكم. يلا بينا نطلع بقى، بسم الله اللهم بارك. بصوا بجد حقيقي، والله هي الكاميرا ظلماه، هو كان طالع احلى من كده وتحفة. حتة اللحمة ماسكة نفسها بطريقة ما شاء الله. الجمال عدى الكلام، صدق اللي قال. صدق عمرو دياب فعلا. ما شاء الله حلو جدا، حلو، وطعمه حلو، والحياء بتاعته حلوة قوي. بالمناسبة انا بعرف اعمله وكل حاجة،
بس هنا طبعا كنا عدد كبير والوقت كان متأخر، فكنا عايزين ناكل حاجة سريعة، فقلنا ليه نطلب دليفري وانا ممكن اعمل لكم احلى من الدليفري في البيت. شفت واثقة من نفسي انا طبعا، اي نعم بدبس نفسي بس يلا بقى. والله بصوا الاكل ده بقى بالنسبة لي هواية، او عمايل الطبخ دي بقت هواية، فحبي الحاجة اللي بتعمليها هتطلع احلى من ما تتوقعي. دولت كان اول 6 طلعناهم، ما شاء الله عملوا معايا كمية حلوة قوي. احنا جايبين بسم الله ما شاء الله عيش حلو وصابح وكده، يعني كل الكلام دوت جاهز في اقل من نص ساعة. شايفين الجمال؟ يا سيدي يا سيدي على الحلاوة، حقيقي روعة. اللحمة ماسكة نفسها اهي، والدهون اللي فيه سايلة فنازلة فيه فمخلية العيش اللباية بتاعته كده جميلة، جميلة بجد. للناس اللي قلبها ضعيف تبعد يعني. بتوع الدايت والكلام ده كله ما يجوش ناحيتنا يا جماعة، احنا مش بتوع دايت خالص. لا والله انا عاملة دايت بس خفيف يعني، ما بتعشاش بس. لا مش هو مش ما بتعشاش يعني، باكل بس حاجات بسيطة عشان ما بقاش كدابة. بصوا بقى اللي في الفرن ليه طعم تاني، واللي فوق في الصينية ليه طعم تالت. بصوا هو اصلا ريحته تجنن، ولا عايز فحم ولا عايز اي حاجة. ما شاء الله البوتاجاز كمان حلو، سعفنا جامد. يلا بقى نعمل شوية سلطة عظمة، عظمة بجد. حطيت شوية مية وشوية خل وشوية شطة وفصين توم بس، وقطعت جواها الطماطم بس. هي دي سلطة الحواوشي. كده كان الفيديو خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب، استنوني في فيديو جديد. كان معاكم آية زايد، باي باي.